السلام عليكم. طبعا الطبيعي ان انا بكتب سكريبت فبكتب مقدمه، ولكن في الفيديو ده مش كاتب مقدمه، لان المنتج اللي هرجعه لك النهارده انا محتار اصنفه ايه، ومحتار اتكلم عنه ازاي، ومحتار اقول عنه ايه. هي ساعه سمارت ووتش، بس بقينا بنشوف حاجات غريبه في موضوع السمارت ووتش ده. شركه هاينو تيكو، الشركه اللي كلنا عارفينها وبقت خلاص من الشركات اللي موجوده بقوه في السوق المصري، عامله ساعه غريبه جدا. دي شكلها اسمها جي 15 ميني، لا تعرف هي ساعه سمارت ولا اكسسوار ولا دهب صيني، ولا تعرف لها اي حاجه من اي حاجه. 5 قطع كده موجودين في العلبه، تحفه تحفه تحفه. هتتابع الفيديو للاخر، تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو عجبك المحتوى، علشان الساعه دي انت ممكن تحتاج تجيبها هديه، ممكن انت تحتاجي تجيبي حاجه جامده جدا تليق مع اللبس بتاعك في كل الاوقات. تابع الفيديو ويلا بينا نبدا الفيديو. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الحاجه اللي الانبوكسنج بتاعها فخمه قوي حلوه قوي لازم تاخد حقها. هاينو تيكو دايما بتحسسني ان هي براند مش بيعمل ساعات كوبي، لا براند اصلي الاصلي بصراحه. بصوا يا جماعه، ده شكل الكرتونه. جي 15 ميني شبه السيريس 10، بتيجي بثلاث استرابات. طبعا دي المعلومات بتاعتها كامله، دول الثلاث استرابات. اللون طبعا بتاعنا ده جولد. وخلينا نفتح مع بعض الكرتونه، لان انت هتشوف يا معلم ابهار. بسم الله. بص الجمال كده، فعلا والله تحس يا جماعه ان هي مجوهرات، ما تحسش ان هي ساعه خالص. يعني تحس ان هي مجوهرات جايه بالانسيال ده. شكله حلو قوي قوي قوي. بص كده، حاجه كده حاجه محترمه بصراحه، حاجه محترمه. وجايه كمان بساعه عاديه مش سمارت، برضو شكلها حلو قوي، شكلها فخم جدا. يا جماعه والله تحس ان هي مجوهرات، ما تحسش ان هي حاجه كوبي خالص، لا لا، مجوهرات فعلا فعلا يعني. الساعه دي بقى شغاله ولا مش شغاله؟ شغاله، لو شلت من هنا هتشتغل. حاجه جميله جدا، بص كده، جامده والله. ومعانا بقى الساعه الاساسيه. برضو الاستراب شكله غريب جدا، بص الاستراب حاجه بناتي بناتي، حاجه حلوه قوي. بص الساعه شكلها عامل ازاي. ولو رفعنا دي كده هنلاقي كمان استرابين، كمان استرابين بينك، برضو لونهم محترم قوي، ومشكل لك كده الاتنين رابر بس يعني شكل مختلف. وهاينو تيكو بقى كعادة هاينو تيكو، عندك شهادة الضمان. وكمان ده بتشتغل برنامج الورفيت برو، ده الكارت بتاع البرنامج. وعندك الشاحن الماجنتيك الوايرلس. فكده عندنا 5 قطع من الشياكة والجمال، ومفيش بنت يا جماعة مش هيعجبها بصراحة الكومبو الجامد جدا ده. بصراحة تركاية حلوة، والساعة لونها ذهبي جميل جدا، وكل حاجة لايقة على بعضها، ولفتة جميلة جدا من الشركة. وحتى الحاجة خامتها مش أحسن حاجة، ولكن شغاله. ابدا لك باول حاجه، وخلينا نشرح القوائم بتاعه الساعه نفسها. قبل ما نشرح القوائم خليني اقول لك شويه معلومات مهمه جدا. الاول، الساعه دي طبعا شبه السيريس 10 بس بالحجم الميني، اللي هو حجم ال 40 مللي تقريبا. السبيكر هنا طبعا، وعندك هنا السكرول طبعا، وعندك هنا زرار تحت السكرول. في الظهر خلينا اشيل لك كده الاستراب عشان تشوف. في الظهر في هنا لوك الاستراب، لوك كده بنضغط عليه كده عشان نشيل الاستراب، سحب كده بالشكل ده. وده شكل الظهر بتاعنا شبه السيريس 10 بالظبط. وبيركب لها اي ستراب الترا، يعني اي ستراب الترا بيركب عليها، اللي هو المقاس ال 45 او مقاس 49، اي نوع ستراب بيركب عليها. طبعا يا جماعه ده شكل الساعه. وطبعا الشاشه فيها كيرف بسيط كده، شاشه سوبر اموليد، طبعا الوانها حلوه جدا. خليني كده اجيب لك خلفيه غير دي. شايف التاتش سريع، التاتش سريع جدا ما شاء الله. السوفت وير بتاعها سلس جدا. شاشه اموليد طبعا الوانها حلوه جدا، حتى لما بنخش جوه على الايقونات تلاقي التاتش سريع جدا، وهتلاقي الشاشه برضو معاك الوانها محترمه جدا، والخط العربي واضح زي ما انت شايف كده. طبعا يا جماعه اول ما بنسحب من فوق كده بيجيب لك النوتيفيكيشن، الاشعارات. ولما نسحب من تحت طبعا بيجيب لك كده الساعه وضربات القلب، وما تنزل كده بيجيب لك الحاجات المهمه يعني. ولما بنسحب من الجنب الشمال بيجيب لك شورت منيو فيها اخر الحاجات اللي انت استخدمتها، والساعه ودرجه الحراره. ولما بنسحب من الجنب اليمين بيجيب لك طبعا قائمه كده تقدر تغير شكلها، حلو جدا، مربع مكعب كده، في كل الحاجات بقى زي ايه، بدل ما كنا بنسحب كده هو كل حاجات في مربع زي ما انت شايف. وطبعا لما بندوس على الزرار اللي تحت ده بيظهر لنا الشورت منيو اللي فيها الاعدادات، البطاريه 70%، ربط الساعه، ربط مكالمات، كل الحاجات المهمه يعني، الاولوز اون ديسبلاي، كل الحاجات المهمه. ولما بندوس على الزرار ده طبعا بيدخلنا في التطبيقات. التطبيقات هنا متجر التطبيقات، قياس معدل ضربات القلب، ضغط الدم، سكر الدم، الاكسجين في الدم، الرياضه، فيها اوضاع رياضيه كتير جدا زي الجري، الجري في الهواء، ركوب الدراجات، فيها اوضاع رياضيه كتير جدا. عندك وضع النوم، عندك الضغط، سجل النشاطات، الهاتف طبعا لان الساعه فيها مكالمات هنتكلم عنها دلوقتي. وعندك كمان وابل الشاشه، دي حاجه كده بتكتب اي كلمه على الشاشه تظهر بالشكل ده كده. لو انت عايز تحط الساعه قدام منك على مكتب ولا حاجه تفضل الكلمه ظاهره عليها.
وتقدر تجيبها يمين تجيبها شمال بالشكل اللي انت شايفه ده. شايف ان هي ميزه او حاجه كويسه جدا يعني ممكن تستخدمها في حاجات ياما. بعد كده عندك الموسيقى، انت بتتحكم في الموسيقى اللي موجوده على الموبايل. وبعد كده عندك الطقس، عندك مساعد صوتي اللي هو سيري بقى وجيميناي والحاجات الجديده دي، الرسائل اللي هي النوتيفيكيشنز هنتكلم عنها، محفظه، الاعدادات، وشات بقى وكيو اكس، طبعا دي كلها حاجات مرتبطه بالاشعارات. المؤقت عندك آلة حاسبه تقدر تستخدمها عادي خالص، ساعه توقيت، وعندك صفاره انذار ومنبه، وتتحكم في الكاميرا عن بعد، وعندك ابحث عن الهاتف، بطاقه العمل، ساعه بجانب السرير، وعندك الجزيره الذكيه الدايناميك ايلاند، والايماءات والتذكير الصحي. تعال لي بقى كده اقول لك عن شويه معلومات مهمه جدا جدا علشان تعرف كل حاجه عن الساعه. اكلمك على اول عيب انا شايفه في الساعه. الساعه دي مش ضد الميه للاستخدام القوي، هي ضد الميه للاستخدام الخفيف. يعني ايه؟ ببساطه خالص ما ينفعش اغمرها في الميه، ما ينفعش احطها تحت الحنفيه بشكل مباشر، ما ينفعش انزل بيها حمام السباحه. هي ساعه كلاسيك، هي ساعه كلاسيك، شويه طرطشه شتاء، ميه جنب منك، مش عارف ايه الكلام ده هتمشي معاك، ولكن ما تغمرهاش في الميه. ومهم جدا تعرف ان بطاريه الساعه دي لو مفعل الاولويز اون ديسبلاي هتجيبك اليوم بالعافيه، ولكن لو مش مفعل الاولويز اون ديسبلاي البطاريه هتقعد معاك من يوم ونص ل3 ايام حسب استخدامك. ولكن في الساعات الكوبي ده وقت كويس جدا، لان الشاشه بتاعت الساعه دي سوبر اميلود، فاضاءتها عاليه والوانها مشبعه، فده بيسحب من البطاريه طبعا. طبعا شغاله بسيستم الوير فيت برو، مش هشرحه لك لان كلنا عارفينه شفناه في 100 ساعه قبل كده، ولكن هو سيستم محترم ومستقر، ما بتعانيش في الساعه خالص من لاج ولا بتهنج ولا فصلت ولا الكلام ده. الحاجه اللي بعد كده نتكلم شويه بقى عن نظام المكالمات والصوت. بالنسبه للصوت طبعا الوقت متاخر جدا، احنا الساعه 4 الفجر، فمش هقدر اعمل مكالمه ولا هقدر ارن على حد، ولكن خليني اسمعك صوت السبيكر. اسمع كده صوت السبيكر. وبالنسبه طبعا للمكالمات فانت عندك هنا تقدر تسجل جهات اتصال. الساعه بتشيل معاك 100 اسم سواء اللغه عربي او انجليزي، بيظهر لك الاسماء زي ما انت شايف. لوحه اتصال تقدر ترن من على الساعه نفسها، المكالمات الاخيره، المكالمات اللي احنا عملناها. والساعه صوتها في المكالمات حلو جدا، صوت السبيكر في الدوشه مش هيبقى واضح، ولكن في اي مكان مقفول هيبقى واضح معاك. صوت المايك كويس جدا. الحاجه المهمه جدا اللي هنتكلم عنها الاشعارات واللغه العربيه. طبعا الساعه بتدعم اللغه العربي زي ما شفت واحنا بنشرح القوائم، وفي الاشعارات بتدعم اللغه العربي بشكل كويس جدا. وخليني اكلمك شويه عن الاشعارات. بالنسبه للاشعارات او نظام الاشعارات واللغه العربي، فالساعه بتجيب لك كل الاشعارات اللي بتجي لك على الموبايل، بتجي لك على هيئه نوتيفيكيشن كده وتسحب من فوق، يا اما بقى بتختار ان هو يملى الشاشه او كده. بس خلينا نشوف الرساله دي كده. ده طبعا حجم اللغه العربي وشكل اللغه العربي، ومهما كانت الرساله طويله بيجيبها لك عادي، تقدر تنزل لتحت وتقراها. وعندك حاجه غريبه هنا جدا، في حاجه اسمها الرد. بس الرد ده بيبقى بقى حاجه كده انت بتفهمها مع الوقت، مش ترد وتكتب رساله، لا، انت بتعمل ايه؟ بتدوس رد كده فبيشغل لك المساعد الصوتي بتاع الموبايل، حتى وبقول لك فوق يرجى ذكر محتوى الرساله، تقول بقى الرساله تمام يتبعتها له مباشر، فانت بترد رد صوتي فالموبايل بيكتبها له، حاجه كده خاصه بالاي اي وبتتعود عليها مع الوقت. طبعا بتدعم الاولوز اون ديسبلاي. الساعه دي يا جماعه ساعه من الساعات اللي بتستخدمها كاكسسوار، مش هتعتمد عليها في قياسات، مش هتعتمد عليها في الحاجات. يعني مثلا انا شخص رياضي مهتم جدا بالقياسات، شخص مريض عايز القياسات الطبيه تبقى دقيقه، لا مش هروح للساعه دي. الساعه دي للبنات تستخدمها كاكسسوار، وبتديها شويه مميزات الاساسيه اللي موجوده في كل الساعات. القياسات بس مش دقيقه بنسبه 100%، طبعا ده طبيعي، نون ميديكال، منتج مش طبي. شكل الشاشه الحلو اللي تقدر تقلب لها خلفيات، مكالمات، تشوف اشعار، تغير لها استرابات، طبعا اي استراب الترا بيركب عليها. ودي كانت كل المعلومات عن الجي 15 ميني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه. القناه الريتش بتاعها واقع يا جماعه، ومحتاجكم جدا والله تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. اشوفكم في فيديو جديد بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.